بنبقى عايزين حاجة سهلة وسريعة في الشتا وكمان تدفينا، واهم حاجة المكونات بتاعتها تكون موجودة في كل بيت. هنعمل النهاردة الكيكة الشتوية او هنعمل هريسة الذرة او كيكة الذرة، سهلة وبسيطة وسريعة ومكوناتها ان شاء الله موجودة عندك في البيت. تعالوا نبدأ الفيديو وما تنسوش لايك واشتراك في القناة ويلا نسمي الله. اول حاجة محتاجين 2 بيضة. اهم حاجة المكونات في الشتا كده تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش عايزين حاجة تكون ساقعة من التلاجة على طول. هنحط 2 بيضة وهنزل عليهم ب3/4 كوباية من السكر، وانا هنا مستخدمة مج الشاي العادي جدا، يعني كوباية الا ربع من السكر. هنزل عليهم ب2 باكت من الفانيليا، ولو عندك فانيليا سائلة هتستخدمي معلقة صغيرة. هضرب المكونات كويس جدا بالمضرب اليدوي، واحلى حاجة ان هي مش محتاجة مضرب كهربائي، يعني تحضريها في ثواني كده. هنزل عليها ب1/4 كوباية زائد معلقتين من الزيت، يعني اكتر من ربع كوباية زيت واقل من نص كوباية زيت، يعني ربع كوباية وهحط كمان معلقتين زيت. هقلبهم كويس جدا جدا، وبعد كده هنزل ب1/4 كوباية من الحليب. اعتقد مفيش ابسط ولا اسهل من كده، وكمان مكونات بسيطة جدا. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنحضر كوباية من دقيق الذرة الابيض او الاصفر المتواجد عندك، الاصفر يعني بيقولوا صحي اكتر. نص كوباية من الدقيق الابيض، واهم حاجة ان انت تكوني نخلاها قبل الوزن. نص كوباية من الدقيق الابيض وكوباية من الدقيق الذرة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف، وهنزل برشة من الملح، وهقلب كل المكونات كويس جدا مع بعض. اتأكد ان البيكنج باودر والملح اختفى كويس جدا واندمج مع الدقيق. بعد كده هننزل على المكونات السائلة وهقلب كويس جدا لحد ما الخليط يندمج. طبعا بكون محضرة الصينية بتاعتي ودهناها زيت. الصينية هتكون مقاس 20 او 22 بالكتير، مش هنعمل صينية اكبر من كده. التكة بقى الحلوة هتحطي معلقة من السمنة في الاخر كده، واستخدمي طبعا نوع سمنة كويس ونوع سمنة بلدي وريحتها حلوة كده، وحتى لو سمنة فلاحي هتبقى ريحتها خطيرة. هقلب كده، وبعد كده هنزل بقى بالخليط في الصينية اللي مدهونة زيت. هتسخني طبعا الفرن اول ما تبدأي في الكيك، وانا هتكلم في موضوع الفرن ده يعني كل فرن حسب اللي انتي متعودة عليه، كل فرن غير التاني. ممكن اقولك حطيها على 170 وتحطيها على 170 تلاقيه عالي قوي. فحضرتك اكيد جربتي كذا كيك قبل كده وعارفة الفرن بتاعك بيكون مظبوط ازاي على الكيك. هندخلها مش هتاخد ربع ساعة بالظبط وهتكون طالعة كده. انا اختبرتها، ولما طلع الستيك او السكينة نظيفة سبتها لحد ما تهدى كويس جدا. بعد ما هدت كده بدأت ان انا اقطعها، سهلة وبسيطة وسريعة جدا، وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود ولا مكونات كمان. ريحتها بتجنن، طعمها حلو قوي. ب2 بيضة بس وربع كوباية من الحليب عملنا صينية كيك حلوة جدا جدا. استخدمنا الدقيق نص كوباية بس من الدقيق، يعني استخدمنا حاجات موفرة، ما استخدمناش كمية كبيرة من الزيت او اللبن او الدقيق. طالعة معانا حلوة قوي وهشة وطرية، مش لازقة خالص في الصينية، وكمان مفرغة كده من جوه وحاجة كده في منتهى الجمال. يلا وعندك المكونات قومي اعمليها دلوقتي. حلوة جدا مع كوباية من الشاي او فنجان من القهوة في الفطار، كوباية كده من الشاي بلبن او الحليب للاطفال كده بالليل. مغذية جدا واحلى بكتير من الكيكات اللي بتكون بدقيق ابيض بس. انا ما تنسوش لايك واشتراك، والسلام عليكم.